الفنان الكبير محمد التاجي، انت بتعمل التاريخ وانا بفلوسي هشتري التاريخ. ارجوكم ما تلتفتوش لاي اشياء غير صحيحه ممكن تكون بتتصدر عن مش عننا بس، عن اي فنان. احنا نمنا وصحينا على اسماء جلال. مالها اسماء جلال؟ الدنيا كلها مقلوبه على اسماء جلال. السلام عليكم متابعينا، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. فضلاً اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، فهذا دعم كبير لنا لنستمر في تقديم محتوى مميز. دعونا نبدأ. كشف الفنان المصري محمد التاجي عن كواليس خلافه مع الفنان محمد رمضان، الذي نشأ بعد مشهد قدمه رمضان في أحد أعماله التلفزيونية. هذا المشهد أثار حفيظة التاجي، مما أدى إلى تباين وجهات النظر بينهما. شاهد المشهد بتاع الفلوس اللي في البسين والبتاع، فقلت لهم يعني حتى لو الفلوس دي في الدولارات دي مزيفه وبتاع، لان مش ممكن واحد هيرمي كده فقلت له مش الفلوس مش كل حاجه، يعني اهم حاجه الواحد يعمل تاريخ. وقال ان هو شال الرد. انا جاني الحد بعتهولي الفنان الكبير محمد التاجي، انت بتعمل التاريخ وانا بفلوسي هشتري التاريخ. فهو لو هو قصده ان هو يمجد فيها، انا متشكر جدا يا محمد. لو هو قصده ان هو يتريق عليا، ربنا يسامحك يا محمد. رد الفنان محمد رمضان على الفنان محمد التاجي بطريقة قاسية جدا، مما أثار تعاطف الجمهور مع التاجي. هذا الرد ألقى بظلاله على الخلاف بينهما، وأثار ردود أفعال واسعة في الساحة الفنية. شاهد التفاصيل. أرجوكم ما تلتفتوش لأي أشياء غير صحيحة ممكن تكون بتتصدر عن مش عننا بس، عن أي فنان. إن ممكن تصرفات أو مواقف في حياته تخليك ترسم صورة خاطئة، ولكن أنا بشوف إن خطواتنا هي اللي بترسم ملامحنا. إحنا بعد عمر هنبدأ نفهم محمد رمضان في الموقف ده كان قاصد انه يرسخ صورة معينة لجمهور معين. فأحيانا بيصدر مننا أشياء بنبقى قاصدين بيها ناس، وفي ناس تانية بتفهم بشكل تاني خالص. يعني ساعات بعمل أشياء ممكن تبقى بخاطب بيها الجمهور الغربي أو الجمهور يعني جمهور آخر غير الجمهور التونسي أو الجمهور المصري، ولكن بيحصل سايد افكت. يعني عارف بيحصل ان بيفهموا الموضوع بشكل خاطئ. فبقول لهم يعني يصبروا علينا، واحنا لسه ما زلنا في بدايه الطريق. انا سني 36 سنه، كتير نجوم وهم في سني ما كانوش لسه بداوا. عايز الجمهور يتريث ويصبر، واحنا ربنا يدينا الصحه وطولة العمر فيما يرضيه. احنا عايشين عمر سوا، فما نتسرعش في الاحكام سواء ايجابيه او سلبيه. والله الحمد لله رب العالمين، ما عنديش شيء انا عملته وندمان عليه خالص، لان كل شيء عملته كان بناء على تخطيط، بناء على وعي، زي ما سيدنا علي كرم الله وقال الوعي قبل السعي. انا ما فيش خطوه انا ابدو من بعض التصرفات ان انا شخص اهوج او شخص طائش او شخص ما بيفكرش، ولكن الحقيقه ان انا بتأنى بشكل كبير وعندي وعي بكل خطوه باخدها، ولذلك عمري ما ندمت على خطوه خدتها. كل خطوه عملتها، حتى الحاجات اللي بيبقى فيها علامات استفهام او ايه ده هو ليه بيعمل كده، بيبقى ليا فيها اغراض ممكن تبقى مش الجمهور يبقى ما عندوش استيعاب ليها او مش فاهم هو ليه بيتصور مع العربيات، طب هو بيعمل كده ليه. انا ممكن ابقى بخاطب جمهور تاني، يعني ممكن ابقى بكلم جمهور تاني عايز اقول له ان انا مش من الناس اللي بتروح دول معينه تنبهر بالعربيات الفراري وتتصور معاها، لا انا مش محتاج، انا العربيات دي اوريدي مرميه في مصر. فببقى بخاطب ناس وبعمل ده فور استراتيجي ولكن بيتفهم بشكل خاطئ، فبيفهموا ان انا شخص يعني فاهم بيعمل ده بيضايقنا او بيستفزنا او كذا. يعني انا عمري في حياتي ما استفز جمهور انا خارج من احشائه. انا طالع يعني راجل من الطبقه يعني ممكن تبقى
الطبقه البسيطه خالص. ولكن كل شيء بعمله والله بيبقى ليا اهداف فيه، وفي رسائل ببقى عايز اوصلها ممكن لشرايح تانية او مجتمعات تانية او حاجات بشكل كبير. دافعت الإعلامية مروة صبري عن الفنانة أسماء جلال بعد الحملة الهجومية التي تعرضت لها مؤخرا على السوشيال ميديا، مما دفعها إلى إغلاق صفحتها على انستغرام. شاهد التفاصيل. احنا نمنا وصحينا على أسماء جلال. مالها أسماء جلال؟ الدنيا كلها مقلوبة على أسماء جلال. لقينا أسماء جلال الناس مستلماها، مطلعاها ترند، مطلعاها على المسرح. انت ازاي تلبسي كده؟ انت ازاي تعملي كده؟ الست كانت لابسه عادي، يعني ممكن يكون درس مفتوح شويه، ولكن فنانات كتير بيلبسوا دريسز كده او فساتين كده على الريد كاربت، ده مهرجان. ولكن خلينا اقول لكم نرجع شويه لورا، خلينا نرجع 6-7 شهور لورا. أسماء جلال تصدرت الترند بإيه؟ بإن هي جميلة، بإن هي حلوة، بإن هي راحت الفرح بتاع جميلة عوض، الفنانة جميلة عوض، وهي بترقص وكانت فرحانة ومبسوطة. كل ما أسماء جلال تتنفس، تتكلم، تتحرك، تطلع ترند. مش أي حاجة غير إن هي مشروع نجمة ناجحة وطالعة، الكيرف بتاعها عمال يطلع. القصة دي انتهت ودخلنا في المهرجان، بدأت الناس تهاجمها، انت ايه اللي انت لابساه؟ ازاي بتعملي كده؟ بدأت الناس تقول لك ايه، اصل هي كانت محجبة زمان وتطلع لها صورها بالحجاب، كانت محجبة وقلعت الحجاب، دي حاجة بينها وبين ربنا، علاقة خاصة جدا بينها وبين ربنا. هل ده معناه ان هي عشان كانت لابسة الحجاب وقلعت الحجاب ان انا اقعد اهاجمها؟ ان انا استلمها على السوشيال ميديا؟ وإذ نفاجأ ان من كم الهجوم اللي طلع عليها وكم الانتقاد والالفاظ اللي اتقالت عليها على السوشيال ميديا، قامت قافلة الاكونت الشخصي بتاعها على انستجرام. اتحجبت وقلعت، هي حرة، حسابها مع ربنا، علاقتها مع ربنا، هي حرة. لابسة درس مفتوح شوية من وجهة نظركم، أي فنانة في الدنيا على الريد كاربت ممكن تلبس درس يكون مفتوح شوية. إيه المشكلة؟ يعني إيه الموضوع؟ أنا نفسي بس حد يطلع يجاوبني يقول لي الحملة الرهيبة اللي معمولة على أسماء جلال دي ليه؟ قدمت الفنانة أسماء جلال أول رد لها بعد الجدل الذي أثاره فيديو أمير المصري وفيديو فستان الجونة وصورة الحجاب، حيث عبرت عن مشاعرها تجاه هذه المواقف. شاهد التفاصيل. سبوت عليا على قد ما الناس نفسها تشوف صداقات ما بين الفنانين، فبيفرحوا لما يبقوا مثلا في اتنين بيسبورت بعض او اتنين بيحبوا بعض. فهم شافوا ده يمكن في الفرح بتاع جميلة، وشافوا امبارح ده في السلام بتاع أمينة. حاسة الموضوع كده اكتر.